الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الدنيا حلم، ويوم القيامة تفسير الأحلام، كلها أيام معدودة وسيفنى العدد، والطريق صعب، صراط وقبر ومحشر. ألا أخيتي فشمري إلى الجنة، وجدي في طلبها، واصبري وصابري في طريق الحق عليها. وأيضا أقول لأخواتي الصالحات العابدات: لا يغرك عملك الصالح. وقد كان منها مشروع ابنة الإسلام، والذي انطلق رغبة من القائمين عليه في وأد ما كان يروج له النظام من السفور والتبرج ونزع الحياء عند النساء. فكان هدف المشروع تأمين لباس شرعي محتشم لهن بما أمر الله به تعالى، وبأقل من سعر تكلفة المنتج، حرصا على اقتنائه من أكبر قدر من النساء. بدأ مشروع ابنة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى قبل 4 سنوات من الآن، وكانت فكرة المشروع هي إيجاد اللباس الشرعي الكامل للنساء، لأن في ذاك الوقت لم يكن متواجد ولا متوفر في المحلات التجارية. فهدف المشروع أن ينتشر هذا الحجاب ويكون يعني في جميع المناطق المحررة، بحيث كل الأخوات يجدوا اللباس الشرعي المناسب لهم ويكون قريبا منهم. أثمر هذا المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى ب23 فرع للحجاب الشرعي، وأيضا تم نشر 47 ألف عباءة وخمار باللباس كامل، وأيضا استفاد من المشروع 235 ألف أخت بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا المشروع بفضل الله الآن حقق يعني الفكرة أو الهدف المرجو له، وبإذن الله نحن في صدد التطوير أكثر فأكثر. نسأل الله الإعانة والسداد. 23 مركزا تتوزع في المناطق المحررة، بالإضافة إلى السيارة المتنقلة التي تجوب أغلب القرى والبلدات، سعيا منها لإيصال اللباس لكل مكان، حيث يقوم عليها كادر متخصص من النساء اللواتي يقدمن العباءة والخمار والسدال وغيرها، بالإضافة إلى توزيع المطويات الدعوية وتقديم